السلام عليكم شيخنا الجليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الأمور التي تفسد أمر القوم؟ أحسنت. ما هي الأمور التي تفسد أمر القوم؟ هذا السؤال سئلوا بأمير المؤمنين سلام الله عليه، سيد الحكماء والبلغاء، أمير المؤمنين أبا الحسن روحي له الفداء. قال الإمام علي عليه السلام: ما يفسد أمر القوم ثلاثة يفسد أمر القوم، وبها حكمة، وهذه الحكمة سارية المفعول. ثلاثة إنه يفسد أمر القوم، وهو وضع الصغير مكان الكبير، وضع الصغير مكان الكبير، ووضع الجاهل مكان العالم. هاي مشكلة، وضع الجاهل في مكان العالم، ووضع التابع في القيادة. تجيب التابع اللي هو تبعية لا أصل له تحطه تسوي قائد، هنا يصير القوم في حلل. يعني قال وضع الصغير مكان الكبير، ووضع الجاهل مكان العالم، ووضع التابعي في القيادة. أحسن الله عليك. فويل إلى أمة ما لها بيد بخلائها، ويل لأمة بيد بخلاء لها ويد سراقها، وويل لأمة سيوفها بيد جبنائها، السيوف بيد الجبان، وصغارها شنو؟ ولاتها اللي يتولون عليها ياهم الصغار. هذه الأمة أفسدت هذه الأمة، وأصبح يعني أمرها هباء منثورا. فهنا ما يفسد أمر القوم هو دن الثلاثة. فأمير المؤمنين سلام الله عليه من تكلم ما تكلم عبث. من ذاك اليوم لهذا اليوم إحنا أمرنا بصغارنا، أمرنا بتوابعنا، ولاتنا هم الصغار اللي علينا. فللأسف الشديد وشوف العراق هو في متاهة العراق. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم، وأنا أرحب بكم حياكم الله. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العراق وأهل العراق بحق محمد وآل محمد، وأن يجعل القادة الحقيقية هم أهل العراق، وأن يجعلهم كبار القوم والعلماء القوم هم من يتولون تلك القيادة، حتى يكون أمر صائب، أمر فيه تسديد، حتى لا تكون تلك الأموال هباء منثور، حتى أنه يكون أهل العراق هم أهل العراق حقيقة. أسأل من الله لكم ولنا الحفظ بحق محمد وآل محمد. لا تنسونا بأفضل الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.